بنت الباديه هاجرات من القريه ومشات لمدينه قنيطره، قالوا لها ودي تما كاين مجموعه ديال الشركات يمكن لك تلقاي الخدمه. وبالفعل مشات لواحد الشركه ديال الكابلاج، لقات فيها الخدمه، بدات خدامه وكتجمع كتوفر، كاريه مع صحاباتها، ما كتصرف شي بزاف ديال الفلوس، كتعمل مجهودها، كتقول هي باش ترد للوالده ديالها شويه من المجهود الكبير اللي عملات معاه والتضحيات اللي ضحات معاها. كانت عندها واحد صاحبتها قديمه كتعيش في مدينه الرباط، تلقات التليفون من عند صاحبتها. الو فلانه؟ قالت لها ايه، كي دايره لاباس عليك؟ قالت لها اهلا فين غبرتي؟ قالت لها انا في الرباط. شوفي هاد العشيه ولا غدا الا تعطلتي وجدي 27,000 درهم، يعني 2 مليون و140 ألف ريال، وجدي 27,000 درهم وتكوني عندي في الرباط. قالت لها علاش؟ شنو نوجد 27,000 درهم ونكون عندك في الرباط؟ كيفاش؟ قالت لها شوفي، واش بغيتي تغيري حياتك؟ بغيتي تخرجي من الهم اللي انت فيه؟ بغيتي تخرجي من هذيك الخدمه ديال الكابلاج وهذيك تماره؟ بغيتي ترجعي لميمتك تماره اللي عملات باش توصلك؟ غدا ديري مجهود كامل، فرصه كاينه غدا، الا فات غدا مشى لك كل شيء. كتقول قطعات عليا التليفون وخلاتني حايره، اشنو غادا نعمل؟ بقيت كندورها في راسي، كنقول 27,000 درهم منين كنجيب انا 27,000 درهم؟ انا جهدي كله جا مع شي شويه ديال الفلوس، كيفاش غادي ندير؟ هذاك العشيه قبطات الطاكسي مشات للقريه فين كتعيش امها، دخلت عند امها قالت لها امي راه فلانه عيطات ليا وها قالت لي وها قالت لي. امها قالت لها فلانه الله يعمرها دار. الله يا ودي هذيك راه المعرفه ديال سنوات. قالت لها دابا شنو غنديرو؟ قالت لها غدا. قالت لها امي، قالت لي غدا الا ما مشيتيش ولا ما جيتيش غدا، الا ما مشيتيش وجدتي الفلوس وجيتي غدا، هاد الفرصه ديال العمر غادا تضيع لك. وقالت لها بنتي هذيك راه صاحبتك ما تبغي لك على الخير، شحال جامعه انت؟ كتقول كنت جامعه تقريبا واحد 7,000 درهم. امها قالت لها بنتي انا غادي ندير مجهودي كله. مشات امها كتقول السيده الفاضله عملات زارها، لان مراه قرويه، مراه بسيطه ولكن مكافحه، عملات لي زار ديالها ومشات كتدور على المعارف ديالها في المنطقه فين كتسكن، جمعات واحد المبلغ ديال 7,000 درهم ولا 8,000 درهم واحده اخرى. قالت لها بنتي هانتي غدا في الصباح غادي يكون خير. الام فاقت بكري ومشات ورجعات عند البنت في جويه هذيك 11 12. قالت لها بنتي ها الفلوس، هانتي ها الكماله. قالت لها امي كي درتي؟ قالت لها بنتي راه مشيت عند الجواد، مشاو ضمنوني عند هاد الجمعيات اللي كيعطيو القروض اللي كيعطيو الكريدي، وراني تسلفت هاد الشيء اللي باقي، هانتي ها الفليسات وسيري، هادي راها فرصه جاتك ما عندك لاش تضيعيها. كتقول هزيت هذيك 27,000 درهم، عيطت لصاحبتي قلت لها ها انا راني وجدت الفلوس، فين غنجي عندك؟ عملات معاها فين غادا تلاقاها، وصلات للرباط. كتقول لقيتها كتسناني هي وواحد السيد لابس مزيان مقاد، يعني شخصيه. قالت لي يلا نمشيو نجلسوا في القهوه. قالت لها ما عندنا، ما انا ما عارفه ما عندي شيء مع القهوه. قالت لها هو ضروري راه خصنا نمشيو نجلسوا مع الناس كيتسناو شي شخصيات اخرين غادي يجيو. مشاو جلسوا في القهوه، شنو تشربي شنو تشربي؟ قالت لك شربت خديت عصير، هما خداو شي حاجه، بقينا كنهضروا كي دايره لاباس عليك. هذاك السيد كيدخل مره كيقول لها صاحبتك باينه انت عزيزه عليها، لو كان ما كنتيش عزيزه عليها ما غاداش تجيبك وما غاداش تعطيك هذه الفرصه هذه، الله يدوم المحبه ديالكم. واحد شويه كتقول عاود قالوا لي يلا. قلت لهم فين؟ قالوا لي غادي نمشيو دابا كاين واحد الاجتماع. فين هذا الاجتماع؟ في قهوه واحده اخرى، وهاد القهوه الوحده اخرى كاينه في مدينه سلا. مشينا. كتقول قلت انا مع راسي كيفاش هاد الاجتماعات اللي في القهاوي؟ كتقول لما دخلنا لهذيك القهوه طلعنا للفوقي ديالها، لا ميزانين ديالها، كتقول لك لقيت عدد كبير ديال الناس والكراسه مستفين، وكاينين واحد 3 عاود ديال الشخصيات لابسين مزيان وكيهضروا. دخلت انا، رحبوا بيا، صفقوا عليا، قالوا لهم كنرحبوا بواحد الملتحقه جديده. انا ما فاهمه والو. كتقول السيده واحد شويه كتقول بداو دوك الناس كيتفرقوا، كل واحد خدا مجموعه،
انا حيت جيت جديده ومع صاحبتي، خداني واحد السيد وبدا كيهضر معايا، كيقول لي الان جيتي عندنا حياتك غادا تتبدل، أه شنو بغيتي تكوني في المستقبل؟ كتقول له انا بغيت نكون بخير وعلى خير ونرجع لامي داكشي اللي عملات من اجلي واشياء من هذا القبيل. قال لها شوفي حنا واحد الشركه عالميه غادا تشري من عندنا واحد البضاعه ولا جوج، وغادا تدخلي معانا في هاد الشركه وغتولي كتمثلينا كتبيعي وكتشري، والملايين غادي يبداو يطيحوا عليك بحال الروز. وجبد ليا كتقول واحد الكاتالوج فيه تصاور ديال السلع، هادي ساعة، هذا خاتم، هادي غورميطا. المهم قال لي عزلي. قالت له شنو نعزل؟ قال لي خصك تعزلي البضاعة، هذا هو القانون. كتقول عزلت واحد الساعة. قال لي هاد الساعة كدير 26,000 درهم، غادي تاخديها وغتكون المفتاح ديالك ديال النجاح. خديت هذيك الساعة كتقول، الفليسات جبتهم حطيتهم ليهم، 1000 درهم ديال الانخراط و 26,000 درهم ديال الساعة اللي خديت. كتقول بقى عندي الساعة الآن. المهم بداو كيسولوني عندك خوتك خدامين ما خدامينش، شكون الناس اللي عزاز عليك، شكون الناس اللي بغيتيهم حتى هما يستافدوا من هذا الشيء. كياخذوا من عندي التفاصيل، شكون صحاباتك، شكون صحابك، شنو كيديروا، شحال كيربحوا، فين كاينين، كي دايره الشخصيه ديالهم. كياخذوا التفاصيل ديال كل شخص كنتكلم ليهم عليه. كتقول يا ريت المساله وقفات عندي، قنعوني لما قلت لهم عندي خويا انني نعيط على خويا باش حتى هو يجي. كتقول بالفعل عيطت على خويا، وخويا مسكين كيضرب تماره مياوم، كيخدم النهار كل مره فاش خدام. ملي عيطت له قال اختي راه في قنيطره يمكن دبرات لي على شي حاجه. قلت له نفس الهضره اللي قالت لي صاحبتي، خويا هذه راه واحد المناسبه، واحد الفرصه، كيخص واحد الفلوس وهاكين وهاكين، وغادي تجي هنا وغتبدا حياه جديده. كتقول خويا مشى عند واحد المعلمه كانت كتعرفو وكتعطف عليه، استعطفها، سلفاتو 27,000 درهم. جا حتى هو داروا معاه نفس الشيء، خدا حتى هو ساعه. قالوا لي قد ما جبتي ديال الناس قد ما انت كتربحي النقاط وكتولي بخير وعلى خير. ورطت راجل اختي ايضا. كتقول هاد جوج السوايع اللي خديت انا وخويا باقيين عندنا الان. خويا مسكين خدا الضربه ومشى، وبقى المراه هذيك المعلمه كتسالو الفلوس الان. وانا خبيت على امي ما قلت لها والو. كنقول لها امي راه دوك فلوس حطيناهم كيستثمروهم، ولكن راه ما كان والو غير رجعوا لنا فلوسنا، يكوني هانيه ما تقلقيش. كتقولوا رجعت من بعد تقطع بهم الاتصال. كنعيط لصاحبتي كتقول لي يا اختي راه حتى انا بحالك، راه بحال عملوا معاك وعيطتي لخوك راه حتى انا عملوا معايا، سولوني على شكون هما صحاباتي، شكون الناس اللي كنعرف، وتفكرت كنتي بغيت لك الخير وعيطت لك حتى انتيا. كتقول هادوك الناس جمعوا عدد كبير، باعوا لينا سوايع ب 26,000 درهم للساعه، اللي باعوا ليه جوج ديال الاشياء، اللي باعوا ليه ثلاثه. المهم المبلغ المالي ديال 27,000 درهم خصك تنزلو. كيقولوا هذا هو المبلغ المالي اللي مفروض من الشركه الام اللي كاينه في خارج المغرب. وهاد الناس كلهم غادي يربحوا الفلوس، وهاد الناس كلهم كيمكن لهم يمشيو حتى على برا ويوليو كيمثلوا هاد الشركه في المغرب وخارج المغرب. تبخروا ما بقاوش موجودين. مشات ليا 27,000 درهم. باقا الان كنتقاتل باش نعطي لامي مره كنقول لها هاك يا امي سيري رجعي الكريدي اللي خديتي. كنكافح مع الحياه. رجعت للشركه ديال الكابلاج وانا مدمره مجروحه ما عارفاش شنو نعمل. وعمرني ما حكيت هاد الشيء لشي حد حتى حكيتو ليكم، وحكيتو ليكم باش ناس اخرين ما يطيحوش في هاد الفخ. حظيو راسكم.